صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، ويا ريت ندعي لاخواتنا في غزه ربنا يرحم شهدائهم وينصرهم. هل ده يا جماعه زيزو؟ يعني معلش، يعني امتى نشوف زيزو اللي بيتالق في الدوري المصري مع منتخب مصر؟ امتى نشوفه؟ امتى نشوف المستوى اللي بيتقال على زيزو ان هو من افضل لاعبي الكره المصريه واحسن لاعب في مصر؟ امتى نشوف زيزو بصمات زيزو مع منتخب مصر؟ ما حدش يقول لي اصل مظلوم في المكان بتاعه. يا جماعه امال هو احسن لاعب في مصر ازاي؟ احسن لاعب في مصر انت بتلعب مع ناديك باعلى مستوى، مع منتخب بيبقى ليك بصمه بتظهر بشكل كويس. مش ممكن ابقى كل طريقه لعب بتاعتي امسك الكره ومبصيها للي جنبي. امال ايه الفرق ما بينك وبين لعيب، مع احترامي انت احسن لاعب في مصر ولعيب تاني عادي؟ يعني ايه الفرق؟ ما هو انت نجم، يبقى النجم ده جوه الملعب سواء مع المنتخب مع الزمالك مع اي نادي انت بتلعب فيه بتعمل الفارق. انا ما شفتش النهارده الفارق. وانت ما انت شايف زيزو ده كله، كل اللي جمهور الزمالك عامله ده مش داخل دماغك؟ ازاي ده مطلعينه احسن لاعب في العالم؟ بس اراك الفنيه عن زيزو وعن شيكابالا عجباني الصراحه. زيزو ده لعيب بالونه، كمجهود في الملعب بسم الله ما شاء الله مجهوده كويس، بس كفنيات وكلاعب فارق واحسن لاعب في مصر ولاعب دولي ويلعب منتخب ويشيل مكان صلاح، لا طبعا. امام عاشور فضلوا ينفخوا فيه ينفخوا فيه ينفخوا فيه لحد ما فرع في وشهم وسابهم ومشي. قبل كده كهربا برضه كان بيجيب لهم فلوس كويسه، فضلوا ينفخوا فيه لحد ما فرع في وشهم برضه وسابهم ومشي واداهم الصابونه. جمهور الزمالك دايما متعود على كده، لاعب نص لبه بيخليه احسن لاعب في العالم مش في مصر بس. وعزيزو ده ما بتشوفش الا ساعه ضربه الجزاء، ما تدورش عليه غير في اللقطه دي، ضربه جزاء خلاص دور على زيزو. انما اي لمسه تانية، اي ثرو، اي ترقيصه وعدي وشوط، الكلام ده مفيش. انما هتقعد توجع دماغنا بقى فين زيزو فين زيزو فين زيزو، كلنا مش شايفينه يا كابتن ابراهيم، كلنا مش شايفين زيزو خالص. مين شايف زيزو؟ مين عاقل شايف زيزو؟ هو جماهير الزمالك بس اللي شايفاه، شايفاه احسن لاعب في العالم. ازاي؟ ما تقوليش. في ناس عندها زيزو احسن من صلاح. صلاح اللي بيلعب في ليفربول واخد بطولة اوروبا والدنيا حلوة معاه ودوري انجليزي واحسن لاعب في الدوري الانجليزي وكان بينافس على جائزة احسن لاعب في العالم، لا هو زيزو بالنسبة لهم احسن لاعب. فهم عايشين في كوكب لوحديهم كده، فما تشغلش دماغك بيهم يا كابتن ابراهيم، خليك في شيكابالا، ارجع على شيكابالا تاني. هو شيكابالا اللي بيحب ياخد اللقطة فانت ارجع له تاني. انت ماسك والله ينور سلخ اليومين دول، وهو يستحق عشان هو بيحب ياخد اللقطة. طلع يحكي الموقف اللي كان ما بينه وبين امام عاشور في السعوديه في ماتش الكاس، قال لك ده امام عاشور عايز التيشيرت بتاعي. طبعا كهربا طلع رد عليه ووصل له الرساله وقال له لا ده انت راجل كبير في السن، وقال لك لا انا في حته تانية، رد عليك بس الرد ده باحترام، والراجل مؤدب ومحترم ومش هيرد على واحد كبير في السن. البذره دي هو اللي حاططها مزرباخ من البدايه. بس لازم نشكر مزرباخ لان الذريه بتاعته بصراحه مموتانا من الضحك، من غير الذريه بتاعت مزرباخ دي مش عارف احنا كنا نعيش ازاي. لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. شكرا متابعين مشجع اهلاوي، السلام عليكم.